بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بكم في تصوير جديد. كنت كنفكر شنو غادي ننشر اليوم، فإذا بي جاتني واحد قصة عاودها لي واحد السيد. هو كان رجل أمن لكنه متقاعد. كنذكر صليت العصر في واحد المسجد، ووقفت كنتسنى المركوب، فإذا به حتى هو خرج من نفس المسجد اللي خرجت منه، وشت فيه وانتبه. قلت له السلام عليكم سيدي. قال له عليكم السلام. قلت له جيتك بخير الا كنتي غادي في هذا الاتجاه الحاج. قلت له ديني معاك. قال لي مرحبا ركب. وكنا غاديين في السياره. قال لي انا ما كنعرفكش وراني ما كنركبش من ولا انت. بقيت يضحك شتك مبشور، وقلت غادي نديك معايا ونعاود لك علاش. فهاد القصه اللي غنعاود لك كما تيقول، كنت موظف في جهاز من الأجهزة الأمنية ديال الدولة، بلا ما نسمي اش من جهاز. وكنت غادي في الاتجاه ديال مدينة تونات. كنت في السيارة ديالي، فإذا برجل وامرأة كيشيروا لي في الطريق، لدرجة أنهم كانوا تيبوسوا يديهم وكيرغبوا باش نديهم معايا. وأنا ملي شفت المرأة حنيت عليها وشفقت عليها. الناس يكون تقطع بهم الحبال ولا يكون ما عندهمش باش يركبوا. وقفت عندهم، حل الباب، قال لي الله يجزيك بخير السيده ديالي خليها تركب حداك تدخل ركبت اللور. قلت له ماشي، ما عنديش مشكل، السيده ركبت حدايا وهو ركب اللور. واسمعوا مزيان باش الانسان ما خصوش يتيق، غير اللي يشير لك توقف عنده، خاصه الليل. المهم غاديين وتيهضروا حنا من جهه فلان وكذا وكذا وكذا، حتى دزنا لواحد الخلا، غير الخلا والقفار. السيد اللي حنيت فيه وقلت غندير فيه الخير جبد جنويه دارها لي في ظهري جهه الكلوه ديالي. قال لي جبد داكشي اللي عندك، شد لي من وقف. قلت له الشريف كنظن ما درت غير الخير، شنو بغيتي دابا عندك؟ قال لي جبد داكشي اللي عندك، بغيت الفلوس. قلت له بلا ما تضيعني، ضيعني في صحتي وتضيعني لوليداتي. 140 الف هي اللي عندي، هي في الكفر قدامي، نعطيها لكم سي الله يعاونك. وانا ما عنديش هاد المبلغ هذا، كنظن ما كامل عندي حتى 70 الف فرنك. ففطنت، كان عندي المسدس ديالي في الجيب ديال الباب ديال السياره. اين تشجعت دغيا حشيت يدي في الجيب ديال الباب السياره وخديت المسدس ديالي وصوبتو جيتو وامرتو باش ينبطح يطيح على الارض. يطيح. حليت الكفر، جبت واحد الكرده، قلت لديك المره اللي معاه يلاه كتفيه باباك، كتفيه دابا غتكتفيه. خدامه هذا يعني حنطت فيها وغوت عليها وخافت، وبدات كدير شي تكتاف انه ديال انه باش تسهل عليها انه يحيدو. وصريت عليها انه باش تزيرو مزيان. بقى تيزاوق. قال لي بالحرف انا يهودي وسلمت بين يديك. قلت له انت يهودي؟ قلت له الا كنتي انت يهودي انا حزان ديالك.
وقعتي يا المجرم، جات وقتك، شدك الله وشدتك النية. ملي كتفاتو ديك السيدة اللي معاه، عاودت له مزيان، زيرتو ورميتو في الكفر، وكتفت السيدة وركبتها ومشيت حتى القائد ديالنا، عيطت عليه في الهاتف، قال لي ياك لاباس؟ قلت له اجي وشي امانه ديالك، شي حاجه راه جبتها لك هي عندي في الكفر باش نمشي. قال لي شنو هي؟ قلت له غير اجي، غير اجي، شي حاجه عاديه. المهم جا حليت له الكفر ولقى السيد مكتف. قال لي شنو وقع؟ شنو لقيتي عند هذا؟ شنو مالو؟ وعاودت له القصه من الاول حتى الاخير. وفاش نزلوه العناصر ديال الجهاز الامني اللي كينتمي ليه وبحثوا معاه، لقاوه على انه مبحوث عنه لمده طويله، وانه مجرم متخصص في القتل والسرقه. وقال لي فلان، حمد الله، حمد الله ونحمدوه، تكتب لك عمر جديد. هذا شحال من واحد قتلوا بهذه الطريقه هذه، تيدير راسو ما عندوش وغادي يركب الجهوي فلان، فاذا به كيتحايل وكيصطاد الناس بالسلاح الابيض ديالو وكيسرقهم، ومنهم اللي عطب ومنهم اللي قتل. هذه القصة خص ياخذ الإنسان، أصحاب السيارات خاصة، ياخذوها عبرة، وما ما يوقفوش يركبوا أيا كان، كما سبق في الأول ديال التصوير، خاصة إذا كان التوقيت الليل، وخاصة كذلك إذا كانت في الواجهة امرأة، فغالبا ما كيديروا المرأة أو الفتاة طعم لاصطياد فرائسهم. إذا مزيدا من الحذر، والسلام عليكم ورحمة الله.